السلام عليكم. فيديو النهارده بقى انا قلت اجيب مطعم كده، انا كنت عايز اجيبه بقالي فتره كبيره. كنت عامل قبل كده مقارنه فطير وكنت هجيبه في المقارنه بس كان بيعمل تجديدات، فقلت اجيب المطعم ده واجرب الحاجات اللي عنده، خصوصا ان هو مش مطعم فطير وخلاص، لا هو مطعم بيقدم حاجات كتير غير الفطاير، بيتزا، مكرونات، طواجن، سترومبولي، في كذا حاجه كده، فهنجربه النهارده ونشوف ايه النظام. وبالمناسبه انا وانا باخد البي رولز الحاجات دي كلها الاكل شكله تحفه، ويا رب طعم الاكل يبقى حلو زي شكله كده. المطعم ده هو موجود في مكانين، المقطم ومصر الجديده، وانا جبت من فرع المقطم. هم طبعا كانوا جايبين لنا العلب في اكياس وكميه كاتشب قد كده وشوكه عشان علبه المكرونه دي كانت جايه برده ملفوفه بورق استريتش، بس انا شلته عشان التصوير. هات لي بقى الطبق ده واركن لي الباقي ده كله على جنب، عشان في حاجه كده انا عايز ابتدي بيها الاول. وكاتب لك على العلبه من بره فطيره سينس 1992، كاتب لك تحت مقطم، فانت عامل باكجنج لكل فرع ولا ايه مش عارف. افتح بقى كده، ده هنا طاجن مجرم، يعني شكله وريحته فظاع. ده هنا اسمه طاجن فطيره، ده عباره عن قطع دجاج مشوي وسوسيس وبسطرمه وشيدر ووايت صوص وموتزاريلا، سعره 90 جنيه شامل الضريبه. هو جايب لك جوه العلبه كده معلقه وفي وحدتين كاتشب، طبعا مالناش دعوه بالكاتشب والكلام ده. الطاجن واخد وش محترم وحجمه كويس، يا رب بقى يبقى طعمه حلو. ندوق كده ونشوف. بسم الله. انا واكل من على الطرف كده، ولحد دلوقتي دخلت في السوسيس والبسطرمه، لسه ما وصلتش للفراخ. حط كميه بسطرمه كتير، في شغل عالي قوي، رهيب ومخدوم قوي بزياده. هو انا كده حرفيا قاعد بتغدى. هو طاجن جامد بس ما فيهوش كميه الموتزاريلا والشيدر الكتير اللي يخلي لك ايه فيه مطه في الجبنه والكلام ده، بس هو في المقابل مخدوم جدا، كميه بسطرمه محترمه، وبعدها السوسيس وبعدها الفراخ. يعني الفراخ تعتبر اقل حاجه، البسطرمه اللي موجوده كتير قوي، فلما تيجي تاكل حته كده يبقى فيها بسطرمه كتير، لا الموضوع بيبقى حادق بزياده. بالنسبه لي انا ذوقي الشخصي هو محتاج ان هو يقلل البسطرمه شويه عن كده، او يعني يوزعها بشكل احسن، بس هو خادمها بصراحه. كمان الوش اللي من فوق ده عامل شغل جامد قوي، والفراخ كمان كده، والهوت دوج التسويه بتاعتهم مظبوطه، البهارات برضو بتاعت الفراخ حلوه، فلا طاجن حلو ودسم وتقيل. يعني انا قاعد باكل بقالي حبه حلوين، يا دوبك خلصت ربعه، فده ممكن نديله 9 من 10. يعني هو لو كانت متوزعه بشكل احسن وكان في مطه شويه في الجبنه كان هياخد 10 من 10 مستريح. طيب بدايه قويه من مطعم فطيره، اتمنى يعني ان احنا نفضل مكملين على نفس المستوى ده. نخش على بعده. طيب نخش بقى على الحاجه اللي هي المفروض المطعم ده متخصص فيها، وهي الفطير. انا كنت اجيب من عندهم فطيره اسمها فطيره كفته الحاتي. انا عن نفسي طبعا عمري ما جربت فطيره بالكفته، يعني اصلا حاجه غريبه وتحس ان هي عك، بس كنت عايز اجرب قوي موضوع الكفته اللي في الفطير ده، يعني موضوع غريب بصراحه. وانا بعمل الاوردر قالوا لي لا ده الكفته مش موجوده، فقلت له خلاص خلينا نجيب فطيره سجق. دي هنا الحجم الوسط وعامله 85 جنيه. تفتح بقى الفطيره كده، ادي الجبنه والطماطم والفلفل والزيتون والسجق متقطع صوابع صغيره كده. طب هناخد حته من النص كده عشان ايه نوصل لكل المكونات. طب خلينا ناخد حته تانية كده قبل ما نحكم ايه حكم نهائي. انا حاسس بس ان كميه الجبنه كانت المفروض تزيد شويه عن كده. الواحد زي ما يكون اتعود ان هو دايما فطيره السجق دي لازم ياكلها سجق كيري، ما ينفعش سجق لوحده كده. هو الفطير مش ماسك في بعضه كده، يعني كل حته اجي اشيلها الاقي السجق بيقع منها. كعجينة فطير هي كويسة جدا، يعني خفيفة كده مورقة، مش تقيلة مش ملكومة خالص، بس الحشو نفسه بالنسبة لي مش أفضل حاجة، مش حاسس بطعم السجق القوي كده، برغم إن هو صوابع، فالمفروض صوابع ده يبقى طعم السجق باين قوي فيه. الفطيرة برضو تحسها يعني هي إيه، مش ناشفة ومش طرية، يعني ما بين البنين. كان ممكن إن هي تبقى أطرى من كده شوية لو كان زود شوية جبنة، لكن الموضوع تحسه ناشف شوية، يمكن عشان الجبنة قليلة. بصراحة كنت متوقع أحسن من كده، خصوصا بعد طاجن المكرونة الرهيب ده. أنا قلت بس أنا هدوق فطيرة عظيمة، هي مش وحشة بس مش حلوة برضو. ممكن تكون فطيره السجق عندهم مش احسن حاجه، بس ممكن يبقى في فطاير تانية كويسه. طيب دي كام من 10 مش عارف، يعني ممكن 6 من 10. يعني بصراحه ما مزجتنيش، مش نفس ليفل الطاجن اللي فات ده خالص. ماشي خلينا نخش على بعضه. نخش بقى على اللي بعد كده وهو الاسترومبولي. الاسترومبولي ما في عندهم انواع كتير بقى، زنجر وبيف وتشيكن وهوت دوج وكذا حاجه. انا قلت اجيب استرومبولي بيبروني. انا عارف طبعا ان هي حاجه مختلفه شويه بس يعني حاسس الاسترومبولي بيبروني ده هيبقى رايق في نفسه كده. هما جايبين معاه شويه بطاطس كده، مش عارف يعني شكلها مش مطمئن خالص. كمية زيت جوه البطاطساية مش طبيعية، بتحس كمان البطاطساية بايتة كده، او يعني اتقلت مرتين مش عارف. لا بقول لكم ايه، يعني احنا ابتدينا بداية حلوة مش عايزين الموضوع يقعد يعك كده. سترومبولي ده يا جدعان عامل 55 جنيه، حاجة محترمة كده، وعليه بقى سمسم وحبة البركة من فوق، ففي شغل رهيب الصراحة. يعني الاسترومبولي شكله مخدوم كمية جبنة محترمة، اتمنى والله ان هو يبقى حلو يعني. لا ده كلام جميل. او كده بقى المستوى ابتدى يرجع تاني، عاش. مخدوم كميه جبنه موتزاريلا محترمه.
عجينه خفيفه، تسويتها مظبوطه، يعني وانا باكل مش حاسس بعجينه كتير، لا انا حاسس ان معظم الحشو فعلا هو الموتزاريلا والبيبروني، وطبعا السمسم محمد البركه عاملين شغل جامد. بس بالنسبه لي الموضوع كان عايز ايه، سنه التميز، عارف اللي هو ايه، نقطه التفوق الرياضي. ممكن مثلا تحط مع البيبروني صلصه بيتزا ويبقى عليها مثلا زعتر او حاجه، هو كانت هتخليه احلى، بس كان الموضوع يبقى قلب على بيتزا، مش عارف، لا بلاش الصلصه، مش انا كده بعك، لا هو بصراحه حلو. ده نديله كام من 10 بعيدا عن البطاطس اللي جايه اللي هي يعني من اسوأ البطاطس اللي اكلتها في حياتي اصلا. يعني ده يا باشا 9 من 10 مستريح، بس برضه عجبني جدا وحلو قوي. بعد كده المستوى الحمد لله ابتدى ايه يرجع يشد تاني، فمتفائل ان شاء الله. نخش بقى على اللي بعده، ونخش بقى على حاجه كده هو بيعملها برضه وانا بصورها كده شكلها كان تحفه. دي هنا بيتزا اسمها تركي ديب تشيز، دي عباره عن تركي وقطع فراخ مقليه وزيتون وبصل وصوص الديب تشيز. انا مش عارف بصراحه ايه صوص الديب تشيز ده، بس انا مش عارف، حاسس كده من شكله وريحته ان هو رانش. هي البيتزا دي هنا وسط وسعرها عامل 120 جنيه، والعجينه تخينه جدا. طيب ماشي، يعني مش عايزين نتسرع، عايزين بس ايه ندوق الاول كده. والله صوص الديب تشيز ده يعني انا مش عارف احدد طعمه بالظبط، بس هو تحسه رانش مخفف قوي، فانا مش عارف هل هم كانوا عايزين يعملوا رانش وما عرفوش فقال لك نسميه حاجه تانية، ولا هم قاصدين ان هو يبقى متخفف قوي كده، لانه بصراحه طعمه هو متخفف كده يعني مش عارف، بتاكل صوص رانش خفيف قوي زياده عن اللزوم. يعني الحته اللي طلعت لي دي ما كانش فيها ايه تركي خالص. بيتزا بصراحه فيها كذا حاجه كده محتاجه ان هي تتهندل شويه، هتبقى جامده جدا. قطع الفراخ المقليه دي اللي هي الستريبس يعني هي سبايسي، فهي تقريبا قطع زنجر، تتبيلتها حلوه وسبايسي، بس هي في الغالب يعني مقليه مثلا من الصبح وجابوها لي دلوقتي بالليل مثلا، او اتقلت مرتين. يعني الفراخ ناشفه. قطع الزيتون اللي موجوده بكميه قليله قوي، لان هو حاطط طرنشه زيتون كامله وكبيره، فيستحسن ان انت تقطعهم حتت، بس يعني ايه تبقى منتشره في البيتزا. البصل برضو نفس النظام، السموكد تركي حلو بس بقى ناشف شويه من التسويه. صوص الديب تشيز ده طعمه ضعيف قوي، رانش مخفف، يعني كواليتي الحاجات اللي هو بيستخدمها كويسه، فهو في عنده المقدره ان هو يعمل حاجه قويه. بس البيتزا اللي قدامي دي لا، محتاجه ان هي تتهندل في كذا حاجه. هو في بالمناسبه عنده بيتزا تشيكن رانش، فكان ممكن مثلا لو جبتها مكان دي كان ممكن تعجبني، الله اعلم، بس هي دي بيتزا جديده عندهم، فممكن يكونوا لسه ما ظبطوهاش قوي برضه. يعني دي ممكن وللاسف يعني تاخد 5 من 10، يعني لا كنت متوقع اقوى من كده بكتير بصراحه من شكلها. طيب خلينا نخش على اللي بعده، ونخش بقى على طبق مكرونه بيطلب من عندهم كتير قوي. يعني كنت دخلت تقريبا على المنيوز او طلبات مش فاكر، كان في الترندنج الطبق ده طبق اسمه مكرونه تشيكن ميلانو، عامل 60 جنيه، وكان ملفوف بورق ستريتش ومعاه شوكه واتنين كاتشب. انا شايف هنا بقى مكرونه ووايت صوص وفلفل الوان وقطع فراخ، فطبعا على قد ما هو بسيط شكل طعمه هيبقى جامد جدا. اتمنى يعني احنا ماشيين ايه، حاجه تظبط وحاجه تقع، فده بقى المفروض يظبط يعني. لا ده شكله هيظبط ولا ايه؟ لا هو ظبط فعلا الحمد لله، فلفل الوان خطير، ما عنديش اي مشكله معاه. مكرونه مش معجنه وتسويتها مظبوطه، الوايت صوص مغرق الطبق بكميه حلوه جدا، فلفل الوان يعني اللي عامله يا دوبك على الشعره، اللي هو بين الصحيح وبين المتشوح، ما فيهوش حته حروقه او حاجه، لا شكله نضيف قوي. وقطع الفراخ كميتها كويسه وتتبيلتها حلوه قوي. يمكن بس بالنسبه لي لو فلفل الوان يتقطع بس اصغر من كده بشويه هيبقى احسن، لان هو يعني متقطع شرايح طويله، يعني دي كده شريحه، فدي تعتبر طويله جدا، يعني اللي هو قسمها نصين يعني، بس مش مشكله، مش حاجه اللي انا انتقد عليها الطبق يعني. بص قطع الفراخ، قطعه فراخ محترمه. ايه ده يا راجل، ده فيه هوت دوج كمان، لا ده فيه شغل عالي، ايه ده. الهوت دوج برضو طعمه حلو وكويس، بس مش بحلاوه الفراخ برضو، ويعني عارف طبق رايق، يعني طبق باستا كده رايق. كم من 10 نديله برضو 9 من 10. كان ممكن ده ياخد 10 من 10 لو الهوت دوج كان طعمه بس احسن من كده حاجه بسيطه. هو الهوت دوج مش وحش، بس يعني في هوت دوج احسن من كده. طيب خلينا بقى نخش على اخر حاجه، وهي فطيره الحلو. انا بصراحه فطيره الحلو قلت له انا عايز فطيره لوتس. بعد ما عملت الاوردر وبتاع كلمني تاني قال لي لا ده المورد بتاع اللوتس ما جاش وبتاع، فاختار اي فطيره تانية. فقلت له يا باشا هات لي فطيره بلح بالقرفه. يعني انا عارف ان هي بالنسبه لي حاجه غريبه، ممكن ما اكونش جربتها قبل كده، بس بلح بالقرفه ده يعني ميكس كده غريب بصراحه. دي هنا فطيره حجمها وسط وسعرها عامل 50 جنيه. ناخد حتت كده طبعا بقى، بص تلزيق للصبح، ميكس غريب. بلح طعمه قوي جدا والقرفه طعمها قوي جدا برضه، لا في شغل عالي هنا.
لا البلح والقرفه طعمهم قوي بزياده يعني. لا فطيره تقيله، عارف ليه ايه، تفوقك كده، فطيره شديده يعني. ما مش ندمان ان انا جربتها خالص. يعني ميكس البلح والقرفه ده مش هيعجب كل الناس، عشان بس تبقوا عارفين. انا بالنسبه لي لا، انا تقبلته وما عنديش مشكله ان انا اجربه تاني. فده نديله كام من 10؟ دي ممكن نديها 8 من 10 بالنسبه ان انا متقبل الميكس ده. لو حد طبعا مش متقبله لا يعني ما يجيش ناحيتها، يعني هتلاقي الموضوع يعني عارف شديد كده. طيب والله الحمد لله كان ختامها مسك. يعني انا كنت قلقان، كنت حاسس الفطيره دي هتقلش، بس الحمد لله ربنا ستر. ماشي، خلينا بقى نشيل الكلام ده من قدامنا واقول لكم ملخص التجربه. طب والله كانت تجربه كويسه يعني. في حاجات انا كنت متوقع ان هي ممكن تقلش وما قلشتش، وفي حاجات انا كنت متوقع ان هي تبقى جامده جدا، لا طلعت عاديه جدا. هو مبدئيا بس المكرونات عنده تحفه، سواء بقى طاجن سواء باستا، تحفه ملهاش حل. الاسترومبولي برده خطير جدا. الفطيره يعني يمكن حظي ما كانش حلو مع فطيره السجق، بس كعجينه فطير هي كويسه جدا. البيتزا لا، هي بالنسبه لي كان محتاجه ان هي تظبط عن كده بكتير. وبس كده، دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشيروه في كل حته. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.